رونالدو يقدم أسيست بالخطأ للاعب المنتخب الكوري ويحرز هدف التعادل على البرتغال. رونالدو اليوم لم يكن في يومه، حيث ضيع الكثير من الفرص السهلة السانحة للتسجيل للبرتغال، فيما قام المدرب بتغييره في الدقيقة 60 باستبداله. هل انتهى رونالدو؟ وربما سنشاهد اعتزال رونالدو في الأشهر القادمة. اتركوا لنا آراءكم في خانة التعليقات.